الموضوع كله بقى عامل زي فيلم عربي قديم، والبطل فيه مش عارف يعمل حاجه من غير البطله، والبطله هنا اسمها الامارات. ابو حنان البرتقالي كان ماشي يتنطط قدام الكيان وعامل نفسه راجل جامد قوي، وهو اللي بيكسب في فيفا على البلاي ستيشن. لا وبيقول لهم بقى يلا 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 يدا 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 يا جدعان، يلا نضم الضفه. يدا انا هاخد العرب كلهم في الميكروباص ويلا طالعين على الضفه، ولا تقلقوا يا كيان، انا ابو حنان. فابو حنان بالمختصر بيقول لهم يعملوا يا كيان اللي انتوا عايزينه، انا وراكم والزمن انا وراكم، انا ابو حنان اللي مديكوا الامان. قامت الامارات راحت داخله وقال لها ستوب، نزلني على جنب يا اسطى. ايه قله الادب اللي في المواصلات دي؟ ضفه ايه يا ابو حنان اللي انت بتقول عليها؟ ضف من بقك يا اخي. قالت له الضفه بالنسبه لنا خط احمر. وهنا ابو حنان يا عيني اول ما فرمل بالميكروباص والامارات نزلت وادته البقين التمام اتشل. ليه كده يا امارات؟ ليه؟ هعمل ايه في الاتفاقيه الابراهيميه؟ الابراهيميه يا امارات، اركب ابوس ايدك يا امارات. ليه الراجل اتشل؟ لان كل الانجاز الوحيد اللي بيزغرط بيه ابو حنان في الاعلام الامريكي اسمه الاتفاقيات الابراهيميه، يعني البرتقاله الكبيره اللي انتوا شايفينها دي وفاكرينها مليانه فصوص وبز، طلعت فاضيه من غير الاتفاقيه الابراهيميه. لان الراجل ده في الانتخابات ما لقاش غير انه يقول انا عملت سلام بين العرب واسراء. يا ريتها كانت بركت عليك او كانت جابت لنا مانجا بدل البرتقال اللي كله بز. الامارات قالت له سلام مين يا ابو سلام؟ سلام انا يا باشا. قالت له انت لو هتكمل في موضوع الضم ده احنا مش معاكوا، احنا هنمشي وهنسحب نفسنا من اللعبه دي خالص. كانك قاعد في قهوه كده بلدي على ترابيزه وقاعدين بتلعبوا دومنه، وفي وسط اللعب وفي وسط السخونيه يجي واحد يقول لك معلش يا ابو كباتن انا مش هقدر اكمل معاكوا، وطبعا كده الضمنه اللي بيلعبوها باظت. لا والواحد ده ياخد بعضه ويمشي بقى خلاص كده، واللعبه تتلخبط بقى، وفي الاخر تلاقي واحد ورا التاني من اللي بيلعبوا بيمشوا وسايبين ابو حنان لوحده، وفي الاخر هو اللي بيحاسب على المشاريب. فهو ده بالظبط اللي حصل. الكيان كان فاكر ان الموضوع هزار وقال لك ما هو الرد على المحاولات بتاعه الاعتراف بفلسطين يبقى اننا نضم الارض وخلاص. فالامارات ردت عليهم قالت لهم لا يا حبيب، ليه يا نونو؟ مش انت تقولي هضم علشان هم فكروا يعترفوا بالدوله؟ ده تبرير بايخ يا اسراء، وما تلغوشيش على الموضوع. انت كنت بايته عند مين امبارح يا سافله يا اللي جايبه للمنطقه كلها العار يا رخيصه؟ التبرير ده مش هنشتريه يا اسراء، والامارات قايله شرطنا من الاول مفيش ضم في كسر. وهنا بقى طبعا دخل الرعب على ابو حنان. امارات ابوس ايدك اركب يا امارات. ليه ابو حنان الشلل مسكه والرعب؟ لان الامارات مش دوله صغيره، لا اقتصاد صغير ولا سياسه ملهاش وزن. دي الامارات ومعاها مين؟ معاها اللي ما بترحمش عدو، معاها مصر يا ولا. يعني في تقل حقيقي في المنطقه، في مصر، في الامارات، في السعوديه، في الاردن، في دول عربيه تقيله، في تقل حقيقي في المنطقه، مش شويه ورق زي اللي ابو حنان متعود يوقع عليهم قدام الكاميرات. ده طلع ورق عنب بكوارع ضاني. والمصيبه الاكبر بقى ان ابو حنان عارف كويس ان الامارات لو انسحبت السعوديه هتقول لك طب واحنا ليه كمان احنا نتورط، لانهم مش هيقبلوا بده. تخيل معايا بقى ابو حنان كده رايح الانتخابات من غير اي انجاز خارجي، هيتسجل عليه انه اكتر رئيس ضحكوا عليه الكيان وجابوا شلل ابو حنان. وهنا بقى لازم نقف لحظه ونضحك من قلبنا. الراجل اللي كان عامل نفسه اقوى رئيس في التاريخ طلع بيترعش من ورقه ضغط اماراتيه ومعاها دعم مصري، وقال لك ان ده ممكن يبوظ لي الدنيا جوه امريكا. ايوه يا عم العرب ما بقوش زي زمان، مش كل حاجه كده تعدي عليهم. الامارات قالت له بمنتهى البساطه احنا مش هنقبل ضم الضفه، ولو عملتوا كده اعتبرونا انسحبنا من كل اللي اسمه ابراهيميات. ومصر واقفه في النص زي الكبير بتاع الحاره، لا هتسيب الساحه للكيان يتوسع ولا هتسمح ان الاتفاقيات تتحول لشهاده ميلاد للعدوان. ابو حنان لقى نفسه في مأزق. الشمالك يا ابو حنان، لا هو يا عيني قادر يزعل الكيان ولا قادر يخسر الامارات ولا قادر يشوف مصر في سكوت ما قبل العاصفه. يعني الراجل اللي كان بيقول انا بقدر اعمل اي حاجه ما حدش يقدر يعملها طلع بيستخبى تحت المكتب من قرار لا اماراتيه. الموضوع ببساطه بيقول ايه؟ بيقول ان العرب لما بيكونوا متحدين واقوياء حتى اي رئيس زي ابو حنان ده كده بيعمل لهم الف حساب، وبيبان قد ايه قدام العالم ان الكيان معتمد على الدعم الخارجي، معتمد على شويه البلطجيه اللي بيدافعوا عنه. من غير امريكا
مش هيقدر، ومن غير تطبيع مع العرب مش هيمشي. وفي الاخر اللي فاكر نفسه بيبيع وهم باسم الاتفاقيات الابراهيميه اكتشف ان اي حركه غبيه زي ضم الضفه ممكن تبوظ له اللعبه كلها، مش بس في الشرق الاوسط، لا ده جوه واشنطن كمان. خلاصه الكلام ابو حنان قلقان والكيان متوتر، والامارات قالت كلمتها، ومصر زي ما هي دايما القوه اللي الكل بيخاف يحسب غلط معاها. فبلاش يا ابو حنان تيجي تبيع ميه في حاره السقايين. مصر والامارات والسعوديه وكل الدول العربيه ايد واحده وخط احمر، ومش كده وبس، لا وشير وهالو.